الغاليات، هذه الوصفة جبارة وفعالة ومجربة من طرف عدد كبير ديال النساء، واللي حيدات لهم الكيس من المبيض وحيدات لهم الكيس من الرحم وساعدتهم على الحمل. وكذلك أخواتي الغاليات ساعدتهم على إنزال الدورة الشهرية المنقطعة ونظمت لهم الدورة الشهرية ديالهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كي صحتكم؟ كلشي بخير على خير الحمد لله. اخواتي الغاليات، اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه قويه مجربه وفعاله لعلاج الكيس اللي كيكون في الرحم. علاج الكيس اللي كيكون في الرحم اخواتي الغاليات، هذاك الكيس اللي كيكون في الرحم كيترتب عليه اما اجهاض مبكر، ولا ما كيكونش الحمل، ولا حتى ولا كان الحمل كيكون معاه المشاكل. حتى الا كان الحمل كيكون اما حشكم الدم كينزل، كيكون الكيس باقي كاين، ربما هذاك الكيس كيتسبب في واحد الاجهاض مبكر، ولهذا كيدير بزاف المشاكل بالنسبه للحمل. هذا الكيس اخواتي الغاليات يمكن يكون في اي بلاصه من الجسم، واني بالنسبه للدوره الشهريه وبالنسبه للانجاب كيشكل لنا مشكل كبير فاش كيكون في المنطقه الرحم. هذه الوصفه اخواتي الغاليات عباره على اكليل الجبل. انتم كتشوفوا اكليل الجبل، وهذا بلدي، هذا اكليل الجبل بلدي، هذا اليزير بلدي، راه في انواع. هذا البلدي هذا زوين زوين زوين، جربته شحال من مره، ممتاز الوصفات ديالو. وهذا اليزير اخواتي الغاليات الا لقيتو ديال الجبل يكون افضل، تتكون الريحه ديالو فواحه وكيكون المنافع ديالو قويه. اكليل الجبل اخواتي جبت منه 5 غرام ديال اكليل الجبل، ها هي 5 غرام ديال اكليل الجبل. غنزيد معاه واحد 60 غرام اخواتي الغاليات ديال الزبيب الكحل ولا الزبيب الاحمر. اخواتي الغاليات، هذا اللون ديال الزبيب مهم بزاف بالنسبه لهذه الوصفه. هذا الزبيب الاحمر افضل بكثير من الزبيب الاخر. في هذه الوصفه هذه خاصنا اما الزبيب الكحل ولا الاحمر. الا ما لقيناش نديروا هذاك الصفر. وهذا القدر اخواتي الغاليات غنطيبوه في واحد لتر د الماء، وهانتوما غتشوفوا معايا تفاصيل الوصفه، وفي نفس الوقت غنهضروا مع بعضياتنا على الفرق. راه كاين الفرق كبير بين الكيس في الرحم وتكيس المبايض. اما تكيس المبايض اخواتي الغاليات فهي عباره عن خلل هرموني، ارتفاع هرمون الذكوره وانخفاض هرمون الانوثه. وهذا الخلل اخواتي الغاليات اللي هو ارتفاع هرمون الذكوره وانخفاض هرمون الانوثه عند النساء كيسبب تكيس المبايض. والمعنى ديالو اخواتي الغاليات ان البويضه ما كتكبرش لواحد الحجم المطلوب وما كتخرجش بالغشاء الحويصله ديالها، وتنتج عن تكيس المبايض اخواتي الغاليات ان بعض العلامات كتبان على المراه، بحال الشعر في الوجه، بحال الشعر في الذات ديالها، بحال حب شباب، بحال الصوت تيكون عندها خشن. كذلك اخواتي الغاليات كتكون كتشتكي من العقم، ولكن من كتقاد الهرمونات عندها تترجع الحاله الطبيعيه ديالها. تكيس المبايض اخواتي الغاليات حتى هما عندهم الدواء ديالهم، غير كنرفعوا هرمون الانوثه وكنديروا واحد الريجيم، ومن كينقص لينا هرمون الذكوره وكيطلع هرمون الانوثه تترجع البويضه كتكبر بالشكل الطبيعي ديالها وكتخرج من الحويصله ديالها وكترجع المراه عاديه بحال باقي النساء، وممكن تولد وممكن تجيها الدوره الشهريه عادي جدا. ودابا نرجعوا للوصفه ديالنا الاساسيه اللي هي علاج الكيس اللي كيكون في الرحم. اخوات الغاليات، باش يتحيد الكيس من الرحم تيطلبنا ما بين اسبوع حتى لشهر. بهذه الوصفه ما بين اسبوع حتى لشهر. النساء اللي ممنوع عليهم هذه الوصفه هما النساء اللي عندهم ارتفاع الضغط، لان اليازير تيطلع لا طونسيون، اليازير تيرفع الضغط. وكذلك العيالات اللي عندهم الغده الدرقيه ما يديروش هذه الوصفه، غضرهم. والعيالات اللي عندهم السكري كذلك ما يديروش هذه الوصفه، لان الزبيب حلو بزاف. المرأة الحامل اخواتي الغاليات ما ديرش هذه الوصفه واخا يكون عندها الكيس في الرحم. هذه الوصفه كدير الاجهاض الا استعملتها المرأة الحامل. اذا المرأة الحامل خصها تاكد من الحمل ديالها عاد دير هذه الوصفه. ودابا غندوزو نشوفوا الوصفه ديالنا شنو غنديروا فيها. بسم الله على بركه الله. المكون معنا هو اليازير. اليازير ولا اكليل الجبل كيضبط الهرمونات في الجسم ديال المراه، وبالتالي كيحميها من الاضطرابات التي تسبب عدم انتظام الدوره الشهريه. هذه الوصفه كتقاد الميزان هرمونات عند المراه، وبالتالي كتنتظم عندها الدوره الشهريه، كتطلق الدوره الشهريه وكتسرحها وكتحيد اضطرابات الدوره الشهريه وكتحيد حتى الالم المصاحب للدوره الشهريه، وكتضبط الدوره الشهريه وكتجيبها في الوقت ديالها، وكتنزل الدوره الشهريه المنقطعه، وكتحيد كاع الشوائب اللي كتكون في الرحم.
اذا العيالات اللي كيكون عندهم منقطعه الدوره الشهريه دير حتى هذه الوصفه، تيديروا هذه الوصفه وكيديروها باعتدال وكيحترموا فيها المقادير. اليازير كيوجد الجسم ديال المراه باش يوجدها للحمل وكيداوي التاخر في الحمل. دابا غنمشي نغسلهم باش نبدا الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. غنشد هذاك اليازير وغنديرو في واحد الكاسرونه بحال هكا، نزيدو عليها يطرد الماء، كنغطيوها ونخليوها فوق البوطه لمده ديال 3 دقائق. هانتوما اخواتي بعد مرور 3 ديال الدقائق بالتمام والكمال غنحيد انا هذا التبصيل، هي كتغلى وغنطفي البوطه. بسم الله. وفي العاده حنا ما تنغليوش هاد النباتات في العاده، ولكن هاد الوصفه خصو يغلى واحد 3 دقائق. انا غنغطي عليها حتى تدفى، نغطي عليها باش يزيد يطلق هاد اليازير، يزيد يطلق مزيان. عاد ندوزو نكملو الوصفه. اليازير ديالي ها هو اخواتي، غنصفيه. بسم الله. شوفوا اللون اللي خصو يكون. بسم الله. هذا هو اللون اللي خصو يكون اخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليازير بعد ما اطلق كاع الخصائص ديالو دابا ما غنستعملوش اخواتي، غنستعمل الماء ديالو. ملي كيرجع الماء ديال اليازير داير بحال هكا اخواتي الغاليات، تيرجع قهوي، تيرجع بحال هكا اللون ديالو. في هذه المرحله هذه كنديروا الزبيب دابا غسلته وغنديرو على هاد اليازير. انا درتو اخواتي، غنغطيه ونخليه حتى يبرد ونطحنو. نجيب واحد القريعه بحال هكا وكنعمرها. بسم الله. هي هذه هانتوما كتشوفوا اللون ديالها هكا كتكون. نشوفوا المذاق. بسم الله بسم الله بسم الله. هكا كيكون الكاس اخواتي، وهكا كيكون اللون المشروب هو هذا اخواتي. هذه هي الوصفه. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم انت الشافي وانت المعافي. بسم الله. اخواتي الغاليات فيها واحد المروره ديال اليازير، المذاق ديال هذه الوصفه شويه غادي المروره، غادي واحد النسمه ديال المروره ديال اليازير. والزبيب اللي درنا فيها ما عطاش واحد الحلاوه كبيره، درنا حنا 60 غرام في قرعه ديال الماء ديال ليطرو، اذا ما عطاهاش واحد المذاق حلو، عطاه واحد المذاق مايل للمروره شي شويه. هذه هي الوصفه اللي غتحيد لكم الكيس من الرحم تقريبا ما بين اسبوع حتى للشهر، ما يبقى عندكم الكيس حتى في شي بلاصه في الجسم ديالكم، لا في الرحم ولا في المبايض ولا في اي بلاصه في الجسم ديالكم. هاد الوصفه كتنظف لنا الرحم وكتحيد كاع الشوائب اللي كتنزل مع الدوره الشهريه، كتنظم الدوره الشهريه وكتجيبها في الوقت ديالها وبالكميه مزيانه ديال الدوره الشهريه، وكتنظمها وكتجي في الوقت ديالها، وكتحيد الكيس من الرحم، وكتسهل الحمل، وكتوجد الرحم ديال المراه باش يستقبل الجنين. اذا هذه الوصفه فعاله مزيانه بزاف الكيس اللي في الرحم وكاع الاكياس اللي كتكون في الجسم، فيما كانت في الجسم هذه الوصفه فعاله مجربه، كتحيد اي كيس في اي بلاصه من الجسم، وخصوصا الاكياس اللي كيكونوا في الرحم وفي المبايض. كان الموضوع ديال اليوم هو هذا. كنتمنى لكم صحيحه ونهنا وراحه البال. ما بقى لي نقول لكم خليت لكم الراحه والسلام عليكم.